السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد، صباح النشاط، صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. القرنفل مفيد، القرنفل مفيد جدا جدا جدا. هنستعمله ازاي؟ 6 حبات من القرنفل على نص لتر مية، تعليه عليه على النار يغلي كويس، نسيبه لما يهدى، هناخده نصفيه ونشربه على معده خاليه. يعني ايه له معده خاليه؟ يعني حضرتك قايمه من النوم تمام، اشربي. قال لي الموضوع ده مشروبك يوميا. مش عايزه اقول لك على الفوائد بقى. ايه الفوائد؟ اولا بيطهر زورنا وصدرنا من اي ميكروبات موجوده، وكفايانا بقى مضادات حيويه من اللي احنا بناخدها وعمالين شغالين. كل ما حد يتعب من ولادنا او احنا مضاد حيوي مضاد حيوي مضاد حيوي. على فكره ده بيضعف المناعه جدا، بيضعف المناعه جدا. ركزوا معايا حضراتكم. الحاجة التانية بينزل على المعدة، بيظبط هرمون اللي في المعدة اللي هو بيساعد على الهضم. كمان بيريح معدتك جدا، بيساعدك على هضم الأكل. لو ناس في حد عند حضراتكم دايما بيشتكي من معدته بعد الأكل، كوباية القرنفل المغلية دي بتساعد على الهضم كويس جدا، وبتساعدك قوي قوي ان انت تكوني مرتاحة. طيب بعد كده بينزل على القولون. الناس اللي عندها امساك بيفيدك جدا، للناس اللي عندها امساك، اللي دايما عايزه ملينات على طول. في ناس كده معينه دايما تلاقي عندها امساك على طول، حبوب الملينه. على فكره يعني احنا عايزين ايه؟ نحاول ان احنا نبطل موضوع الادويه الكتير، نحاول ان احنا نتجه للحاجات الطبيعيه، الحاجات الاعشاب، الحاجات الطبيه، الاعشاب اللي في البيت نقدر نستعملها كان بها، الا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني ايه مقدر لنا في حاجه تانية. تمام. القرنفل حلو جدا، مضاد اكسده. يعني ايه مضاد اكسده؟ يقولوا بيه عشان موضوع السرطانات والحاجات المنتشره اللي جامده الايام دي في الشعب المصري. بيخلي لو انت حضرتك لا قدر الله عندك اي خليه سرطانيه، اي ورم، اي حاجه، بيقلل من الحاجات دي، بيشيل الاكسده تماما، بيزيل الاكسده تماما، او بيقلل الاكسده، مضاد اكسده في الجسم. طيب ايه كمان يا لولو؟ مفيد جدا لمرضى السكر. الناس اللي عندها مرضى سكرها عالي، دايما كوبايه القرنفل على غير الصبح هتنزل نسبه السكر في جسمك، مش هتحتاجي تاخدي كميه انسولين كتير. جربيها وقولي لي دي عن تجربه، وده كلام ناس دكاتره متخصصين في الحاجات دي. ناس كتير جربت القرنفل المغلي واستدامت عليه. مش عايزه اقول لك حلو قوي 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 بجد، حلو جدا جدا جدا. كمان بينقص الوزن. الناس اللي عايزه تخس دايما وانت بتعملي رجيم كوبايه القرنفل اشربيها، بينزل الجسم دايما، بيساعدك ان انت تبقي هاديه كده وريلاكس، بيريح معدتك. طيب ايه تاني؟ ايه تاني للقرنفل؟ فوائد كتير جدا يا جماعه. القرنفل حاجه يعني انا مش عايزه اقول لك، معطر كويس قوي قوي في البيت. انت حضرتك لو غليتي شويه قرنفل، حطيت عليه شويه من الفانيليا وصفطيه وحطيتيه في بخاخه عندك واستعملتيه، انا مش عايزه اقول لك على ريحه بيتك بدون ما تشتري اي معطر خالص، هتلاقي ريحه بيتك حلوه جدا بالفانيليا والقرنفل مع بعض. طيب ايه كمان يا لولو؟ مفيد جدا للعظم. الناس اللي دايما بتشتكي من عظمها، الناس دايما بتشتكي من رجليها، الناس اللي دايما تقول لك دراعي وجعني، رجلي وجعاني، ركبتي وجعاني، حلو جدا للعظم. ليه احنا نضطر للادويه واحنا عندنا البدائل الطبيعيه اللي ما فيش فيها اي اثار جانبيه؟ كوبايه القرنفل الصبح مش عارفه هتخلي ريحه فمك حلوه جدا. الناس اللي بتشتكي دايما من وجع السنان، دايما خدي فص من القرنفل وحطيه تحت ضرسك او تحت اسنانك، جربيه هيسكن جدا. في حاجه عايزه اقولها لحضراتكم اخيره في الفيديو، زيت القرنفل اللي بتشترى جاهز اللي هي الازايز السايله ما ينفعش يتشرب، ما ينفعش يتشرب. لكن القرنفل الطبيعي اللي هي المسامير نقدر نشربها جدا، زي ما قلت لحضراتكم نحطه في نص لتر ميه، وزي ما قلت لحضراتكم بالظبط. لكن زيت القرنفل ما ينفعش يتشرب. دمتم في رعايه الله، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده، واستفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.